احنا دلوقتي على جزيره النباتات. جزيره النباتات دي اولا طولها بالظبط 700 متر، عرضها 120 متر، حوالي 8 هكتار. تمام، يعني حوالي اكثر من، يعني الهكتار طبعا اكثر من الفدان، حوالي يعني 9 فدان بالظبط، يعني اللي هي 8 هكتار. المهم ان الجزيره دي يا جماعه، احنا عارفين 1882 مصر كانت السودان ومصر تعتبر حاجه واحده. 1882 مصر طبعا الاحتلال الانجليزي جاء فين؟ هنا في مصر. اللورد كيتشنر كان حاكم الجنوب في ذلك الوقت، فمن هنا يا جماعه كان بيقوم بالثوره ضد المهديين فين؟ في السودان. لما كان اللورد كيتشنر في ذلك الوقت جاء، كان بنى الفيلا بتاعته هنا اهو، وهو وجاي من السودان كان بيجيب نباتات نادره معاه هنا اهو، ابتدى يزرعها حوالين الفيلا بتاعته كده. مع مرور الوقت كل ما يعمل اي يعني حرب في السودان، هو وجاي يجيب نباتات نادره معاه. سنه 1928 خلت المكان البرايفت ده لحديقه عامه. ابتدى بقى هو في ذلك الوقت اداها لمنظمه او لوزاره الري المكان دون. وبعد كده حول الفيلا بتاعته من هنا، احنا شفنا فين؟ في جزيره الفانتين الفيلا بتاعته. ومن ذلك الوقت من 1928 بقت حديقه عامه. الاول كانت اسمها جزيره العطرون قبل ما اللورد كيتشنر يجي. ايه جزيره العطرون دي يا جماعه؟ ايه كلمه العطرون؟ العطرون انتوا عارفين الملح، جماعه اسكندريه يعرفوا الملاحات، مش كده؟ العطرون احنا هنا عندنا في نوع من انواع، في زي القار الجماعه اليمنيين اللي بيعملوا كده هون، فبيجيبوا انواع من الملح كده هون، كان موجوده في الجزيره دي، عشان كده كانت اسمها جزيره العطرون. بعد كده اتسمت ايه بقى؟ جزيره اللورد كيتشنر، نسبه لكيتشنر لما كان بيحارب ضد المهديين. وبعد كده اتسمت كيتشنر. دلوقتي بقت اسمها ايه؟ الحديقه النباتيه باسوان او الحديقه العامه. ما زال يا جماعه كل واحد من الوزراء او الرؤساء بيجي هنا في أسوان، مثلا وزير الخارجية بتاع الهند أو باكستان أو بيجيب نباتات نادرة معاه بيزرعها هنا، بتدل على إن هي دي رمز الصداقة ما بين مثلا إيه جمهورية مصر العربية والهند وما إلى ذلك. فتحولت الجزيرة دي لجزيرة عامة. هنتمشى في الجزيرة كيفما تشاءوا، بس هتلاقوا دائما ما من تحت، هتلاقوا ايه يا جماعه؟ اليافطه من تحت مكتوب عليها الاسم باللاتيني. يعني مثلا ايه؟ هتلاقي مثلا النخيل الملوكي. على فكره هنا في 7 انواع من النخيل. انتوا عارفين بس النخل بالبلح، الدوم يعتبر نخل. النخيل الملوكي اللي هو ده، اللي كل سنه شايفين انتوا دي ما فيهاش ثمر، لكن كل سنه دي مش مدهونه بالابيض، دي اللون الطبيعي بتاعها. كل سنه الشجره دي بتعمل ايه يا جماعه؟ دايرتين، مره في الصيف ومره في الشتاء، فعشان كده تلاقوها ايه؟ طويله جدا جدا جدا. فالجزيره دي سبحان الله، يعني لما تيجي في العمق بتاعها هتلاقي جرانيت. مع مرور الوقت طبعا طبقه الغرين ابتدت تغطيها واحنا رايحين جزيره او رايحين النباتات القريه النوبيه، هتلاقوا من تحت الجرانيت وفي سمك اكثر من 7 متر طبقه الغرين، اللي هي امبارح قلت لكم دي يعتبر للاسف العيب بتاع السد العالي، ان طبقه الطمي دي كلها اتخزنت فين؟ قدام السد العالي. فعشان كده احنا بنستخدم المواد الكيماويه، اللي هو الكيماوي العادي اللي احنا بنستخدمه، دي اللي هي بقى بتضر بالبيئه وبتضر بالصحه العامه. دي احد مساوئ السد العالي. طبعا في مميزات كثيره للسد العالي. بالنسبه دي كانت المعلومات العامه كده، الخلاصه دي. لما هتيجي تتمشوا انتوا في الجزيره، هتلاقوا في نهايه الجزيره على البر الثاني هتلاقوا مقبره الاخخان. الاخخان هو اسمه السلطان محمد شاه الحسيني. 1899 اتولد في فين يا جماعه؟ في كراتشي. كراتشي في ذلك الوقت ما كانتش تبع باكستان، كانت تبع الهند. تمام؟ يعني خدوا بالكم، لان الهند انقسمت الى ايه؟ شبه القاره الهنديه اتقسمت لباكستان، بنجلاديش، وافغانستان. اوكي، ده كده. كراتشي دي كانت تبع الهند. اتولد هناك السلطان محمد شاه الحسيني، هو كان زعيم الطائفه الاسماعيليه. طبعا احنا عارفين الشيعة عندهم 62 طائفه، احد الطوائف اللي هي إيه؟ الاسماعيليه. كده. طبعا العائله دي مشهوره جدا 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 بانه كان بيبيعوا التوابل وبيبيعوا البهارات. الاخخان كان زعيم الطائفه، كان رجل سمين جدا، يعني كان وزنه فوق ال
80 كيلو كده. وبعد كده 3 مرات اتوزن، مره اتوزن بالعيد ال 25 الميلاد بتاعه، اتوزن بالفضه، العيد ال 50 بتاعته اتوزن بالذهب، العيد ال 75 اتوزن بالبلاتين. خدت بالكم انتوا ازاي؟ او بالماس يعني. طبعا كان راجل كذا. لما كان متزوج من واحده اسمها ايه يا جماعه؟ البيجوم. مين البيجوم دي؟ اصلا مسلمه باكستانيه، بس او يعني من الاصول الشيعيه، بس كانت مولوده فين؟ في فرنسا. فطبعا كانت تسمع على الاخخان. اول ما الاخخان دخل محل الورود، طبعا الستات بلغه العاطفه عملت حركه جميله، ان قدمت له ورده حمراء. الورده الحمراء بتدل على الحب. فعلى طول الاخخان فهم الرساله، وارسل لها بعد كام يوم ان طلب الزواج، وهي وافقت واتزوجت، لان ماني توك، انتوا عارفين يعني. فالمهم اللي حصل ان بعد تم الزواج مع ال الاخخان، وخلفوا البيجوم واخخان، خلفوا ولدين، صدر الدين وعلي خان. طبعا صدر الدين مش معروف، علي خان معروف. احتمال تعرفوا الاسم ده ليه بقى؟ لان علي خان اتجوز الممثله الشهيره ريتا هيورس، اللي هي الايه الامريكيه. فخدت بالكم انتوا ازاي من ريتا هيورس؟ طبعا ما خلفش علي. للاسف حصل نفس اللي حصل مع دودي والليدي ديانا في الموضوع اللي هو ايه، حادثه شنيعه حصلت وتوفى بها علي وريتا هيورز. لكن علي قبل ما يموت كان من واحده، مش اللي هي ريتا هيورز، الزوجه الاولانيه، كان عنده ولدين. الواد الاول زي اسم اخوه كان صدر الدين، والواد الثاني كريم. كريم هو زعيم الطائفه حاليا، اللي هو متزوج البيجوم رقم 2. الحمد لله انا شفت البيجوم الاولانيه 3 مرات. كانت دايما تاخد الفايف كلوك تي تحت كده، كانت تيجي تزور المقبره دي. لما الاخخان توفى سنه 1957 يا جماعه، كانت الجثمان بتاعته اتنقلت من سويسرا لحد، لانه كانوا عايشين في سويسرا، اتنقل لحد هنا. خدوا بالكم المقبره بتاعته في تابوت ابيض كده، وطبعا داخل التابوت او فوق التابوت كل يوم لحد النهارده في ورده حمراء بتتحط على التابوت. ليه يا جماعه الورده الحمراء؟ رمز الحب، اللي هي ايه؟ الورده اللي قدمتها له في الاول. فعشان كده لحد النهارده ما زال، برغم ان طبعا دلوقتي الموضوع كان برايف، لحد ما المدام بتاعته توفت كنا احنا بنخش نزور المقبره. بعد وفاه زوجته طبعا اتمنعت الزياره. فدي كانت قصه الاخخان. ما زال كريم خان بيجي. الاول الاخخان كان ساكن فين يا جماعه؟ كان ساكن في الاولد كاتاراكت. بعد كده لما جاء اتعالج، طبعا احد الدجال او احد المشايخ بتوعته قال له انا شفت لك رؤيه، عشان هتشفى من المرض الروماتيزم لازم تزور اسوان. فعشان كده جاء الناحيه، شايفين انتوا الناحيه الشمال اللي على اليمين خالص هناك كده في رمله ناعمه. هوريكم في 3، او هتشوفوها انتوا في 3 نخيل. من ورا ال3 نخيل كان بيعمل ايه هو؟ لما النخله بتبقى عليها ضله فبيروح حفرينه ويدافن نفسه لحد هنا في الرمل. بيقعد مثلا ساعه ونص، ساعتين، على حسب ما هو يستحمل السخانه بتاعت الرمل. بعد كده يطلعوه يتعمل برضه في لحد النص في ميه النيل. تبقى ايه؟ انت عارف سخن وبارد، سخن وبارد. فبيحصل ايه؟ الجسم تشك كده وصدمه، فبيرجع ايه؟ يدفنوه تاني. بالطريقه دي اتعالج فعلا، وبقى ايه؟ خف من الايه؟ من المرض الروماتيزم او الروماتايد ده. ابتدى بقى يكتب في الوصيه بتاعته لما يموت لازم يدفن في اسوان. فعشان كده كلم مع الرئيس عبد الناصر، فقال له انا عايز اشتري الارض دي. وفعلا هتلاقوا حوالين الارض في سور. في ذلك الوقت كانت تكلفتها 3 مليون دولار. فزي ما قلت لكم الدولار في ذلك الوقت ما كانش له قيمه، كان الجنيه المصري اعلى من الدولار. فخدت المكان المربع ده كله. وتلاقوا جنب من الاخخان تحت خالص هتلاقوا الفيلا بتاعته. ما زال كريم خان حفيده بيجي يقعد لحد النهارده، يعني كل 4 أو 5 سنين بيجي يزور اسوان. ولكن الناس بتبقى مبسوطه جدا لان هو بيعمل اعمال خيريه. حتى في لما تشوفوا كده في الطريق امبارح، للاسف ما شفناش على الطريق دي، في جمعيه اسمها جمعيه الاخخان. دي بتبقى بتساعد مثلا اللي هم ايه؟ ذوي الاحتياجات الخاصه، والمثلا بيعملوا مشاريع خيريه يعني. دي كانت الحكايه بتاعت الاخخان وجزيره النباتات.